السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. الأهلي يفوز على سيادة البطل الكونكاكاف بقضية جديدة من قفشة ويتأهل لدور نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد. سعادة وفرحة كبيرة بين جماهير النادي الأهلي بعد الفوز على سياتل، وقلق كبير من مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم. صحيفة ماركا الأسبانية بعد فوز الأهلي على سياتل والتأهل للدور نصف النهائي: الأهلي ملك أفريقيا العظيم سيكون منافس ريال مدريد الأربعاء في كأس العالم للأندية. نادي سياتل ساوندرز يهنئ الأهلي بالفوز وتأهله لمباراة نصف النهائي على حسابه الرسمي. كان شرفا لنا اللعب مع النادي الأهلي في أول مباراة لنا في كأس العالم للأندية، وحظ موفق في باقي المشوار. الأهلي يواجه ريال مدريد في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل الساعة 8 مساء. محمد مجدي قفشة يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي أمام سياتل. السويسري مارسيل كولر أصبح أول مدرب في تاريخ النادي الأهلي يحقق الفوز في أول مباراتين بكأس العالم للأندية. محمد الشناوي يصبح أكثر حارس مرمى حافظ على نظافة شباكه في تاريخ كأس العالم للأندية في 4 مباريات بالتساوي مع مانويل نوير حارس بايرن ميونخ. الهلال السعودي يقصي الوداد بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية. السنغال تتوج بكأس الأمم الأفريقية للمحليين بعد الفوز على الجزائر بركلات الترجيح. مارسيل كولر بعد الفوز على سياتل: شيء عظيم أن تواجه فريقا كبيرا مثل ريال مدريد في نصف النهائي. سنقوم بعمل تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادا للمواجهة الكبرى. سنحرص على متابعة ريال مدريد في 3 مباريات على الأقل من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة. ونظرا لضيق الوقت سيكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة. وبخصوص كهربا فهو لاعب جيد ومر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات لفترة طويلة دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها بعد عودته للمشاركة مجددا. فيسنتي ديل بوسكي مدرب ريال مدريد السابق عن إصابات ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي: للأسف الفريق خسر بعض اللاعبين المهمين في صفوفه، كان آخرهم ميليتاو، لكن الفريق يعرف كيف يتعامل مع هذه المشكلة والاستمرار في كأس العالم للأندية. بعد تخطي سياتل، الأهلي يضمن الحصول على 2 مليون دولار على الأقل بعد صعوده إلى مباراة نصف النهائي في كأس العالم للأندية، بالإضافة لمبلغ آخر يصل إلى 50 مليون جنيه من العرجاني جروب الراعي التجاري للفريق في المونديال. سيد عبد الحفيظ: نلعب نصف النهائي للعام الثالث على التوالي. قبل عامين واجهنا بايرن ميونخ، وهذا العام سنلعب أمام ريال مدريد الذي واجهناه في مباراة شرفية قبل ذلك، والآن سنلعب أول مباراة رسمية ويجب أن نستعد بمنتهى القوة. تأهلنا يؤكد على عقلية الأهلي وشخصيته المتمثلة في لاعبي الفريق. كرة القدم لا يوجد بها مستحيل. شاهدنا منتخب المغرب بإرادته وعزيمته وصل لنصف نهائي كأس العالم. مصادر تؤكد على جاهزية بنزيما لمواجهة الأهلي ولا صحة لعدم لقائه بالمباراة. مسلسل سقوط ليفربول مازال مستمر بعد الهزيمة أمام الولفز ب3 أهداف نظيفة. جماهير بروسيا دورتموند وفرايبورغ الألماني في الدوري ترفع لافتات لتخليد ذكرى ضحايا جماهير الأهلي في بورسعيد أثناء مباراة الفريق اليوم في الدوري. سامي قمصان: كل ما يقال عن تجميد برونو سافيو غير صحيح. اللاعب كان له دور كبير معنا في الفترة الماضية، وبعد الإصابة لم يعد بنفس الجاهزية البدنية. المدرب له وجهة نظر فنية في شيء معين وهذا هو كل ما في الأمر، واللاعب يمكنه أن يساعد زملائه والفريق خلال الفترة القادمة في مباريات الدوري. عدل القيعي: وكلاء اللاعبين حول العالم يفسدون بعض الصفقات بسبب العمولات. وكيل جوستافو سوزا سبب فشل صفقة انتقاله للأهلي بسبب طلبه عمولة أكثر من 500 ألف دولار، وهو ما أفسد الصفقة. الحساب الرسمي لفيفا يحتفل بهدف أفشة في سياتل: هذا هو أفشة وهذه هي عاداته وتسديداته. رابطة الأندية تعلن موعد مباريات الأهلي في الدوري بعد العودة من كأس العالم للأندية. تاريخ مواجهات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية: الأهلي لعب 18 مباراة، فاز في 6 مباريات وخسر 11 وتعادل في مباراة واحدة.
خالد مرتجي: نعتقد أن فيفا سيمنح كهربا فرصة لتقسيط الغرامة دون أن يتم إيقافه، أما ال2 مليون دولار التي ضمنها الأهلي بفوزه على سياتل فهي ضخ للعملة الصعبة للدولة، ونحتاج الآن أموالا كثيرة لسداد التزامات النادي تجاه لاعبيه وأجهزته الفنية. فاران يعلن اعتزال اللعب دوليا في صفوف المنتخب الفرنسي. كهربا بعد الفوز على سياتل: قفشة لاعب كبير ومحترم ويستاهل ربنا يكرمه بجون الصعود، ببارك له على الجون وكان نفسي أقول له إن ده أهم جون جابه في حياته، بس الحقيقة الجون الأهم قفشة حطه ليلة 27. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.